مشاهدينا، أوضاع البحرين مجددا تلامس كثيرا من المحرمات السياسية في ذلك البلد، والتي كانت خطوطا حمراء يتهيب المثقفون والسياسيون في الداخل من المساس بها أو مجرد الاقتراب منها. احتجاجات البحرين تبدو في طريقها للتصاعد لتشكل معلما من معالم الحياة السياسية في هذه الجزيرة الصغيرة، وسط إعراب الكثير من العواصم الدولية عن قلقها من تطورات الأوضاع وحالة الاستقطاب الحادة التي تم خلقها. المزيد في التقرير التالي. أبواب البحرين تبدو مشرعة مجددا أمام مزيد من الاحتقان. لم يخرج الوضع في 2012 عما سبقه من يوميات دوار اللؤلؤة، فالملامح الأساسية للمشهد ظلت هي تقريبا. كل الجماعة نبي نطلب منكم نروح لمؤتمر العقيد وننهي هنا، وكل شيء ثابت، جماعة ترجع بسلام وجماعة ترجع بسلام. إفادات حولت من قضية قمع الحريات في البحرين إلى قطب للراحة في الحكم، على مدى تجاوب السلطات إيجابا أم سلبا مع تقارير لجنة بسيوني لتقصي الحقائق، فيما الشواهد تجعل من نبيل رجب وكل من يتجاوز الخطوط الحمراء يخاف على نفسه وحياته في توافق غريب من النظام والناشطين معا. مئات المتظاهرين تحدوا قرار حظر التظاهر في البحرين استجابة لنداء من المعارضة الشيعية للاحتجاج على قرار السلطات حظر التظاهر، إلا أن الشرطة أغلقت كل منافذ مكان التجمع واحتوت الجموع المحتجة عبر الحوار. حالة الشد والجذب التي تتجاذب أطرافه الحكومة والمعارضة تشبه النار التي تستعر تحت الرماد، إن لم يحتويها الحوار ستكون قابلة في أي وقت للانفجار. ومشاهدينا، تنضم إلينا الآن في الاستوديو السيدة لميس ضيف، الصحفية والكاتبة والناشطة السياسية البحرينية. أهلا بك سيدة لميس. بداية، لماذا يأخذ المشهد السياسي في البحرين إلى الصدام مجددا؟ طبعا أنا أرفض أنه يقال أنه مجددا. الأمور ما حدأت في البحرين منذ فبراير 14 فبراير الماضي، إنما كانت خارج دائرة الضوء الإعلامي. الآن مع تجدد تصاعد الأحداث عادت مرة أخرى إلى دائرة الضوء، ولكن الاحتجاجات يومية. خليني أكد لكم أن حركة المطالبة السياسية في البحرين لم تهدأ من فبراير، ولكن زاد التركيز عليها الآن. زاد التركيز عليها إعلاميا طبعا. لماذا الآن يعني؟ والله يعني هذا السؤال احنا نوجهه للإعلام العربي، باعتبار أنهم ربما مركزين على ثورات أخرى وهناك تجاهل كما تعرفون لثورة البحرين. كان في إصلاحات حقوقية أوصت بها لجنة بسيوني للتحقيق وأقرها الملك، لماذا لم تثمر هذه الإصلاحات عن أي نتائج؟ نعم، يعني هذا السؤال مجددا لسنا نحن من يسأله، تسأل الحكومة. الحكومة قدمت مجموعة من الوعود قبل ما يظهر تقرير بسيوني. على سبيل المثال، الملك وعد في يونيو بإعادة المفصولين عن العمل، وأنت تتكلم عن آلاف العائلات التي تم تجويعها بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير عن النفس. يعني مجرد أنه شارك في مسيرات أو إضرابات تم قطع رزقه. الملك وعد بإعادتهم ولكن لم تتم إعادتهم. عموما احنا في البحرين نعرف جيدا معنات الوعود الكاذبة للسلطة، لطالما وعدت السلطة ولطالما يعني أخفقت أو تراجعت عن وعودها. يعني احنا كل أملنا أنها تصبح الآن هنا، يعني تدخل البحرين لجنة دولية تشرف على تطبيق توصيات لجنة بسيوني، ويعني هذا شيء مستبعد حاليا، لأن من أشار لهم تقرير بسيوني على أنهم ارتكبوا جرائم انتهاكات خطيرة في حق المواطن البحريني، الإنسان البحريني، تم ترقيتهم بعد ظهور تقرير بسيوني. يعني التقرير يأتي ولا يقول أن هؤلاء ارتكبوا جرائم في حق المواطنين ويتم تكريمهم، في اليوم الثاني يذهب رئيس الوزراء ليشكرهم على ما قاموا به. يعني إذا ما تطرقنا إلى الجانب الإيراني أو الجارة الإيرانية في هذه المعادلة، ما هي تأثيرات العامل الإيراني على البحرين والوضع في البحرين، ويعني طبعا بسبب تركيباتها الخاصة الديموغرافية نعم. وأيضا تاريخها الخاص، ماذا يفعل العامل الإيراني في هذه المعادلة؟ هي وسيلة
وسيلة لابتزاز المعارضة البحريني. طبعا مثل ما قلت التركيبة الديموغرافية لشعب البحرين مكونة في الغالب من الشيعة، ولذلك عندما سار المواطن بسبب ظلامات يعاني منها المواطن السني كما الشيعي، ولكن باعتبار الأغلبية العددية كانت الأغلبية والجرأة اللي يتحلى فيها يعني المواطن أنه خرج ليطالب بحقوق المشروعة، السلطة ابتزتهم، أنتم شيعة معناته أنتم تابعين إلى الخارج. وأعتقد أن هذه وسيلة لابتزاز أي معارض عربي، أي معارض عربي يخرج ليطالب بحقوقه مباشرة يتم ربطه بالخارج. وطبعا باعتبار أن إحنا غالبيتنا شيعة يتم ربطنا بإيران، ولو كنا سنة وثاروا السنة في البحرين لتم ربطهم بالقاعدة ولا تم ربطهم بالإخوان المسلمين. هذه أعتقد هي طوق النجاة للأنظمة العربية المتهالكة. طيب. ربط المعارض بالخارج. طيب، الواقع وكما تحكينه لنا الآن هو به الكثير من التجاذبات الداخلية والتجاذبات الخارجية الحادة. كيف يمكن أن نجنب البحرين لمزيد من مضاعفات هذه التجاذبات؟ والله أعتقد أن الحل هو في يد السلطة. يعني ما يحصل الآن في البحرين، الناس لم تثر، ما في شخص مواطن عربي في الخليج أو في غيره ممكن يثور على سلطة قاسية وعندها هذه الدرجة من الوحشية في القمع إلا لأنه وصل السيل الزبا. الآن المواطن مو مستعد يرجع البيت بدون مكاسب حقيقية. الناس ماتت، عذبت، اعتقلت، ارتكبت بحقها جرائم لا تريد أن تعود بخفي حنين. الآن السلطة البحرينية في يدها شيء بسيط تقدر يعني تفعله. هذه الحكومة يجب أن تستقيل. احنا نتكلم عن حكومة بحرينية من 40 سنة تدير شؤون البلاد، رئيس وزراء واحد. الآن ما طالب به الشعب هو التالي أن يتم تغيير رئيس الوزراء، وهذا مطلب يعني ما أعتقد يجب أن حتى نناقشه. وما يحصل اليوم أن السلطة متمسكة ببقاء هذا رئيس الوزراء هذا رغم أن يعني انتهت مدة يعني صلاحيته الطبيعية. ويقال لنا، وأنا هنا أطرح سؤال مشروع، دائما ما يقال أن الشعب يريده، وإحنا في المعارضة نقول أن نريد حكومة منتخبة. إذا كان الشعب يريده وغالبية الشعب يريده كما تدعي السلطة، فلماذا لا تطرح استفتاء؟ يعني احنا راضيين باستفتاء ولو فاز هو في الانتخابات فلما لا؟ بهذه التساؤلات او الاسئله الواضحه جدا بنشكرك شكرا جزيلا الاستاذه لميس ضيف الكاتبه والناشطه السياسيه، كنت معنا في اليوم على الحر. شكرا لكم.